في الجنينه ده. انت يالا، انت اقعد. ايه بابا؟ انت بتعمل ايه؟ وايه اللي منيمك في الجنينه؟ ما انت طلعت نمت امبارح وما تعرفش حاجه. طب فهمني ايه اللي حصل. انا اقول لك يا بابا، انت بعد ما طلعت امبارح انا خرجت ورجعت متاخر، فلقيت الباب مقفول وكلكم نايمين، فروحت لعم جارنا اللي هنا وجبت منه بطانيه ومخده ونمت هنا. ياه، واضح انك تعبت امبارح. طب خلاص يلا قوم. ماشي، انا هطلع بقى، انا اروح انام عشان ما عرفتش انام هنا امبارح، وانتوا بتصحوني على الفطار كده. خد يلا، انت رايح فين؟ طلع انام. وانت هتقضي اليوم كله نوم؟ ورانا حاجات كتير لازم تتعمل. طب هو لازم يعني دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. طب ماشي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اول حاجه خد البطانيه والمخده دي ودخلهم جوه. حاضر ماشي. ها يا بابا، هنعمل ايه تاني؟ تعمل ايه تاني؟ ايوه، شايف شويه القلل اللي هناك دول؟ هتنقلهم بقى من هنا لهنا. ليه؟ ما هم حلوين كده. انا بقى مزاجي كده يا حبيبي. يلا بقى خلص. حاضر يا بابا، حاضر. هو اي شقة وخلاص. يلا. ايوه برضه يا حاج. ايه ده؟ طب ثواني يا حاج، بقول لك ايه، رجعهم تاني، اصل مكانهم كده مش حلو. طب ما كمل اول. طب يلا يا ابني، لسه ورانا 100 حاجه قبل الفطار. كنا بنقول إيه يا حاج؟ خلاص بقى يا بابا، انا رجعت الحاجات مكانها. عاوز حاجة تاني؟ اقول لك، ما تروي الزرع، اروي الزرع يا حبيبي. هو اي حاجة وخلاص. يا ابني الجنينه ما تروتش بالها يا اسبوعين. ركز بقى معايا، بعد ما تروي الجنينه هتنقل معاك شويه الحاجات دول من هنا لهنا. حاضر يا بابا، حاضر. انت انا هتغرق الجنينه. حاضر خلاص. ايوه كده يا ولد، اغسل كويس. هو ابنك بيعمل ايه يا حاج؟ بقول لك ايه، مالكش دعوه انت، اصل لو سبته هيتنينا لحد المغرب، فقلت خليه يشتغل كده عشان يتحسب له صيام. هي. طب والله فكرة، انا لما اروح البلد اعمل في الواد ابني كده. اظن بقى خلاص كده نقلتك اللي انت كنت عاوزها ورويت الجنينه وكل الجنين اللي حواليها. عاوز حاجه تاني؟ طب شكرا. سلام يا بابا. خد هنا يالا. في ايه تاني؟ يا ابني استنى بس دلوقتي. بقول لك يا حاج، الراجل اللي انت طلبته جايب الحاجة برا. طب خلاص روح انت. ماشي يا حاج. ايه ده؟ انا
بقول لك يا حبيبي، اصل انا عارف ان لسه ناقص ساعتين على الفطار، فقلت كده اجيب لك حاجه تتسلى فيها. فعملت ايه؟ جبت لك نقله رمله هتلاقيها قدام الباب تتسلى فيها بقى يا حبيبي كده لحد الفطار. لا انا ما اتفقتش على كده. بص يا بابا، جبت رمل، هات حد يطلعه. السلام عليكم.